الرئيس الأسبق للجمهورية اليمين زروال يخرج عن صمته برسالة إلى الجزائريين يدعو فيها إلى الوحدة وتجنب الفتنة والفرقة عشية انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسية 17 أفريل المقبل. وقال في رسالته إن الانتخابات المقبلة الفرصة الأخيرة التي ينبغي اغتنامها لوضع الجزائر على درب التحول الحقيقي، وطالب في رسالته بالشروع بصفة عاجلة وسلمية إلى تحقيق هذا الهدف الوطني الكبير الذي يعد المسعى الوطني المنقذ. الرئيس زروال رفع لصالح الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الوطني، ودافع عن فئة الحرس البلدي، مؤكدا أن هذا السلك وقف جنبا إلى جنب مع الجيش والأمن الوطنيين في مواجهة الإرهاب، وساهم في تجنيب البلاد من السقوط في أيدي القوى الأصولية. منظر قانون الرحمة انتقد بطريقة غير مباشرة الرئيس بوتفليقة، ونفى مثلما تحاول بعض الأطراف إقناع الجزائريين وجود رجل يحوز على حلول سحرية أو ما يسمى بالرجل المعجزة. خرجة زروال لم تتطرق بشكل صريح إلى زلة لسان الوزير الأول السابق عبد المالك سلال بشأن الشوية، غير أنه دعا الجزائريين إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد.